مش عارف اقول ايه بصراحه يعني على الماتش. آه، يعني والله العظيم حاجه تضحك. الناس كلها سايبه الماتش وعماله تتكلم عن محمد صلاح واعتزل يا محمد صلاح. وبغض النظر ان ده مش وقته، لكن بصراحه الافيهات حلوه. وبصراحه الواحد يعني مش بيمسك نفسه. الواحد كل ما بيحاول يسوى لمحمد صلاح لازم يحصل حاجه تضحكه. طبعا هو انا من وجهة نظري محمد صلاح اتصاب اصابة خفيفة. لكن هو خاف يكمل عليها عشان ما يصابش خالص، والبطولة تخلص بالنسبة له، او الموسم مع ليفربول يخلص برضه. ودي حاجة عادية طبيعية يعني، مش اوفر يعني، واعتقد ان ده الطبيعي وده الصح، خصوصا هو كده كده يعني ما كانش عامل حاجة اصلا. يمكن هو اعتقد لو كان بيعمل حاجة حلوة او اداء كويس كان ممكن هو من نفسه اصلا حب يكمل، شايف نفسه ان هو قادر يعمل حاجة وفورمة. لكن هو اكيد حاسس بنفسه، هو ما عملش حاجه. هو اكيد عارف ان هو لسه اصلا ما جاش البطوله، ولا جه حتى كوت ديفوار. ولكن منتخب مصر بيعمل بطوله، بيعمل شوط تاني حلو. لما فيتوريا غصب عنه غير التشكيل، غصب عنه نزل مصطفى فتحي، غصب عنه شفنا النني اللي مش قادر يلعب دور ستة. انا حقيقه مستغرب. يعني انت في شوط تاني، ما انت لعبت حلو اهو. طب هو انت بتريح شوط وبتشتغل شوط؟ طب ما العب ربع ونص، العب نص حلو وريح 10 دقايق مثلا يعني، في كل شوط. لكن تسلم شوط كامل لغانا وتلعب على هجمات مرتده او والله حتى ما فاهمين الشوط الاول حصل فيه ايه. هي غانا ما كانتش حلوه قوي. كان قدوس والواد اسمه ساليسو ده اللي كان بياخد الكوره من اليمين لنص الملعب، وياخد النني وياخد محمد حمدي وياخد حجازي وبياخد نور والتوحيد معاه بالمره وهو ماشي في السكه. يعني عملها مرتين ثلاثه. انت كان شكلك مش وحش في الشوط الاول، لكن ما كنتش عاوز تعمل حاجه او ما انت مش عارف تعمل حاجه. والحقيقه الواحد بيستغرب، طب انت ليه بتعمل كده؟ ولكن الشوط الثاني مصر تتحرر شويه بوجود لاعب زي مصطفى فتحي خفيف وسريع، وكورته سريعه وهو معاه. عمل كام حاجه حلوه جدا. ما كانش التوفيق معاه، زود الكوره شويه في رجليه. ولكن هو ده كده كده اللعيب المهاري. ولكن عمل فرق كبير جدا. عمر مرموش النهارده عمل مباراه حلوه قوي قوي، خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الاول برضو كان كويس، ولكن كان لوحده. تريزيجيه لما نزل عملوا تقل مع بعض، وتريزيجيه النهارده فاجئني بصراحه لما نزل عمل مستوى حلو جدا في الربع ساعه اللي نزلها. اه المشكله ان بعد التعادل الجون 2-2 هو طلع عمر مرموش ونزل مروان عطيه عشان يدافع وهو راكب المباراه. فانا الحقيقه بقى يعني انا يعني في التغيير ده انا اتاكدت ان فيتوريا مش معانا، واتاكدت ان فيتوريا مش فارق معاه البطوله اصلا، هو راجل جاي يقضي وقت وياخد فلوس وخلاص. كون ان انت راكب المباراه واتنين اتنين وانت اللي اقرب وانت ماسك الكوره وانت اللي اخطر، تقوم تطلع مرموش وتنزل. سيبك من المسميات، سيبك انت طلعت مين. انت بتطلع وينج او مهاجم تاني، وبتنزل خط وسط زي مروان عطيه اللي احنا طلبنا بيه اصلا يلعب اساسي عشان تدافع وتامن. يا باشا انت راكب الماتش. انت بالتغييره دي ركبت غانا تاني اخر 5 دقايق في تغييره عبيطه. انت راكب الماتش وهم خافوا، وهم اصلا كده كده مرعوبين ما يساعدوش، وهم اللي عايزين يكسبوا اكتر منك. انت ركبتهم نفسيا ونتيجه تعادل تعادل، وتقدر تكمل وتكسب وتجيب التالت، ومع ذلك انت اخترت انك تامن نفسك اخر 5 7 دقايق وتطلع الراجل اللي شغال معاك حلو علشان تنزل مروان عطيه. مروان عطيه هيعمل ايه في ال5 دقايق دي انا مش عارف. الكلام ده لو انت كسبان، انت متعادل وانت محتاج تكسب عشان تطلع المركز الاول لما تكسب الراس الاخضر. ولكن انت تفكيرك كله كان تخلص من الماتش ده، وتخلص من قرف الماتش ده. قرف الماتش ده انت عملته لنفسك. زيزو ريحت، ده انت بهدل، ده انت ريحت الدنيا خالص، ده انت زيزو طلعته بره خالص. ده انت حتى ما فكرتش فيه وسط ما انت ضاغط، ما فكرتش فيه. ماشي انا مقتنع بالمثال طالما شغاله ما تلعبش فيها، لكن ما كنت تطلع النني وتنزل زيزو. انا خلاص انا تعبت من فيتوريا. كده كده اصلا فيتوريا كان بيكسب كتير مع منتخب مصر الفتره الاخيره، ولكن كان فوز بلا طعم، وما كانش فيه جمل وتكتيكات كتير عاليه. ولكن ما علينا بغض النظر. هو تعادل مرضي، تعادل عادل بالنسبه لينا احنا وغانا. مع ان غانا كانت اقوى، ولكن احنا لما بنلعب يا جدعان، لان احنا منتخبنا قوي. لما بنلعب هي دي الفكره. انت عملت ايه بقى كل ده؟ امام عاشور كان هيجيب جون تالت في اخر دقيقه، ولو كانت لمست بس رجل المدافع كان ممكن تيجي جون.
ولكن قدر الله ما شاء فعل، ولازم تكسب الراس الاخضر علشان تبقى مركز تاني او اول، لانك لو اتعادلت لا قدر الله ممكن ما تصعدش احسن توالت، الا بقى لو الظروف خدمتك زي البرتغال في يورو 2019 ولا 2018 تقريبا لما خدوها. هنقعد احنا في كل ماتش نبتدى نتعادل فيه ولا نخسر فيه، نجيب مثال لفريق خد بطولة تانية في أي حتة تانية. يعني احنا من شعب بنحب التفاؤل والأمل. ولكن ايه رأيك المنتخب لما لعب كتلة واحدة مش معتمد على محمد صلاح بس، كان ليه شكل ولون وريحة؟ وده مش عيب محمد صلاح، هو الفكرة انك كل كورة لازم توصلها لمحمد صلاح، هو ده العيب. وانك مش عارف تستفيد بمحمد صلاح ده عيب. وان محمد صلاح مش مساعد نفسه ان الجمهور يديله نفس انه ياخد لا العب احنا مستنيين منك حاجه حلوه، ده برضه عيب في محمد صلاح. محمد صلاح النهارده تنشن، كان تحس ان هو عاوز يعمل حاجه لكن ما عملش حاجه. انا مش هاخد اللعب بالاحساس. انت نجم المنتخب، انت كابتن المنتخب، انت من احسن خمس ست لعيبه في العالم. مش عارف اقول مبروك ولا هارد لك على التعادل، ولكن من وجهة نظري هو التعادل مرضي والتعادل عادل جدا في الفريقين، على امل ان احنا نكسب كاب فيردي او الرأس الاخضر في المباراة القادمة. وبنسبة 90% كاب فيردي هيكسب موزمبيق 2-3، وغانا هتمسك موزمبيق تسلخها الماتش الجاي، وتبقى انت مضطر تكسب عشان تبقى المركز الثاني بخمس نقط بدل الاربع نقط اللي هتاخدها غانا من موزمبيق لو كسبت. هنشوف كل ده ما نستعجلش عليه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. لو الفيديو طبعا هينزل على الفيس وعلى القناة، فسبسكرايب للقناة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله، ونحاول نعمل فيديو تاني بكرة ان شاء المولى ونحلل كل حاجة بالتفصيل.